مالك مالك تكون بالشهد فين صار؟ في رقبته طرش ما يدقلك بخير ان شاء الله. شدوا خطر اثبتوا بزر لاحظناك اثبتوا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. ايوه والله ان احنا على الحق ان شاء الله. والله لا نقاتلهم حتى نموت لن نستسلم. في 28 سبتمبر من العام 2015 وفيما كانت المعارك الضارية على عتبات مدينة مأرب في ذروتها وثقت عدسة الكاميرا لحظة إصابة المقاتل البطل عبد الله المطوع، والذي أصيب بطلقة نارية في عنقه سقط على إثرها مغشيا عليه، ثم فاق وهو يردد الشهادتين ويهتف اثبتوا اثبتوا. تلك الكلمة تختصر معنوية والإرادة الفولاذية للمقاتل عبد الله المطوع وللكثير من المقاتلين الذين كانوا في خط النار من الرعيل الأول للمقاومة الشعبية في محافظة مأرب. أهلا بكم في حلقة جديدة من رفاق السلاح، أستضيف فيها المقاتل البطل الجريح عبد الله المطوع. وبعد تلك الإصابة أقعد لكنها لم تؤثر على إرادته الفولاذية، وها نحن وبعد 9 سنوات من تلك الإصابة نقف معه نستذكر معا رحلته في مواجهة الميليشيات الفارسية، رحلة الكفاح المسلح التي ابتدأت في العام 2011. أهلا وسهلا بك عبد الله. في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نترحم على الشهداء ونسأل الله العلي العظيم الشفاء للجرحى والنصر للمقاومين. عبد الله ناصر المطوع من أبناء منطقة كانية مديرية ماهلية، من مواليد 1993، طالب جامعي. بدأت معركتي مع الحوثيين أو في أول معركة خضتها مع الحوثيين كانت في جبهات الجوف، أعتقد أواخر 2013 بداية 2014. ما الذي تتذكره من أول يوم وأنت ذاهب إلى قتال الحوثيين في تلك المعركة، حينما أرادت الميليشيات اجتياح محافظة الجوف؟ تصدت لها قبائل الجوف وبادرت قبائل مأرب وكثير من شجعان ومن أبطال مأرب للدفاع عن محافظة الجوف في تلك السنة، لكن أريد أن نسمع التفاصيل. أول ليلة وأنت في الطريق إلى جبهة القتال. نحن خرجنا من البيت على أساس نروح لتدريبات عسكرية في معسكر اللبنات. عندما انتصفنا في منتصف الطريق أتى اتصال للقيادة على أنه يريدوا تعزيز لجبهة الجوف. القيادة كان عندنا علم وعند الأهل أنه ذهابنا لتدريبات عسكرية وليس للجبهة. فكنت أنا وأحد الزملاء الذي هو عبد المجيد الشريف كنا أصغر المتواجدين في المجموعات، وكان بيننا أحد الأخوة عريس يعني أكمل شهر العسل،
أكمل شهر العسل وكان متواجد بيننا، فالقيادة يعني حنبوا بنا لأنه يروا أنه ما يصلح أنه يأخذونا والعلم عند الأهل على أنها تدريبات عسكرية. بعدين أخبرونا أنهم يردونا بيخلوا طقم يردنا إلى المعسكر أنا والأخ عبد المجيد، ورفضنا هذا لحجة أنه ما في علم عند الأهل، وكذلك أن احنا لسنا مؤهلين للقتال. كان كلامهم أنه نحن لسنا عصابة نأخذكم بدون علم أهلكم. رفضنا هذا الشيء، حصلت شيء من المشادة ولكننا رفضنا. فتدخل أحد القيادة قال خلاص خلهم يروحوا وفي المؤخرة بنبقيهم هناك. وصلنا إلى مركز أو دار القرآن الذي كان مؤخرا آنذاك للمقاومة الشعبية، وطبعا كنا بسلاحنا الشخصي، ذخائر جعب بنادق كانت كلها أسلحة شخصية. بعدها حصل شيء يعني من الاختلاف بيننا وبين القيادة، لم كانوا رافضين أننا ندخل في معركة لم يكن لدى الأهل علم بذلك. بعدين تواصلوا بأخي أحمد وأراد أن يقنعني، ولكني رفضت هذا الشيء وقال لهم خلاص يتوكل على الله وما اختاره الله يكون فيه الخير. وبالطبع دخلت شاركت معهم. أول ليلة الذي أتذكره أنه خرجنا من دار التحفيظ تقريبا بعد المغرب، ووصلنا إلى أحد البيوت بيت لبن، وكنا يعني متجهين إلى المنسرقة على أساس عقب. عندما وصلنا في المنسرقة وقفونا لأنه كان عندهم علم أنه هناك هجوم قوي على الكباري من الحوثي، فأبقونا علشان نكون تعزيز إذا احتاجونا للكباري. بقينا هذاك الليلة. بدأت المعركة من الساعة 10، كان الحوثي مجهز انساق. كانت معركة ضارية وقوية، وأول مرة يعني نسمع بالمعركة. كنا نظن أنه ما عاد بتصلح الكباري. دارت المعركة إلى قبيل الفجر وانتهت المعركة. بعدين صلينا الفجر، قعدنا تقريبا نص ساعة. أتانا القائد أو الشيخ القائد حسن أبكر، التقى بالقيادة تبعنا في الموقع ذاك. كان له كلام مع القيادة وبعدين رجع إلينا. قال لنا يعني بكلامه، أعطانا معنويته وأخبرنا أنه لا يمكن أنه تنزف دماءنا وأبناء الجوف باقين، وأنه لا يمكن أن يعطون الأوامر ويكونوا في الخلف كميليشيا الحوثي، بل سيعطون الأوامر من الأمام أو من الجنب. كانت كلمات محفزة، ووجدنا يعني أنه صراحة كان قايد بحجم المعركة آنذاك. اليوم الثاني رحنا عقب الأخوة في المنسرقة. رابطنا ذاك اليوم 24 ساعة، ما حصل شيء، فقط يعني اشتباكات، لأنه كانت المنسرقة محاطة بقناصين، كان لدى الحوثي قناصين وكنا مرابطين هناك أنا ومجموعة من الشباب، ومن يعني لسنا من كل المحافظات. فالذي أتذكره أنه أول يوم أعطونا الماء في دباب مجلدة مخيشة على خيش، وأعطونا يعني الأكل، الكدم معدودة، كل شيء معدود، حتى الماء باللتر. أعطونا الماء هذا، قالوا هذا لكم ل 24 ساعة، الأكل هذا حق 24 ساعة. الأكل كذلك وجبة الغداء كانت ربع دجاج مع الرز لكل 5. يعني تحس أنك في جهاد حقيقي. إمكانيات دليلة، إمكانيات. تحس أن المعركة كانت على حساب أشباه عثمان رضي الله عنه في معركة العسرة جيش العسرة. جيش العسرة. أيوة، يعني كانت المعركة قائمة على مجهودات أهل الخير والأفراد والأشخاص، حتى أنه في المسجد كانت موجودة صناديق التبرعات من جهز غازيا فكأنما غزا. كانت يعني تحس أنه جهاد بالنفس والمال، نفوس راضية، نفوس مطمئنة، نفوس يعني
مقبلة على الجهاد، وكأنها مقبلة على خير عظيم، وهو نعم خير عظيم وتنال فيه أحد الحسنين، أما النصر أو الشهادة. وكانت تلك المعارك للتوضيح معارك العام 2011 12 13 لمحافظة الجوف. جاءت والحوثي لديه خبرة قتالية، خاض 6 حروب، لديه كثير من الأسلحة، لديه سلاح ضخم، عتاد عسكري كبير، خبرة قتالية، ومع ذلك كانت تلك الجهود، جهودكم أنتم وجهود أبطال محافظة الجوف وأبطال محافظة مأرب، أولئك الشباب الذين شكلوا خط الدفاع الأول دفاعا عن الجوف ودفاعا عن مأرب، وبذلك حفظت مأرب وحفظت الجوف وحفظت الجزيرة العربية، إذ أن المعركة ابتدأت من ذلك الوقت. ثم ماذا تتذكر أيضا من أجواء تلك المعارك؟ سأختصر لك معركة الجوف في أبيات التي تقول: تحالفت الأفاعي والثعالب وأجلبت الضباع مع الثعالب، تحالفت الأفاعي والعقارب وأجلبت الضباع مع الثعالب، وأقبلت الكلاب لها نيوبا مسممة تعاضدها المخالب. الحوثي تعالف مع الكثير، ونحن تعالفنا مع الله سبحانه وتعالى الذي لا ثقة إلا فيه، ولا نصر إلا منه، ولا توكل إلا عليه. الحوثي أعد أفضل الملتزمين في الميدان، ونحن أعدينا أفضل المجاهدين وأفضل الملتزمين في المساجد. الحوثي واجهنا بسلاح فتاك، ونحن واجهناه بالدعاء والثبات. الحوثي واجهنا بأسلحة وبجند متدربين، ونحن واجهناه بعقيدة صادقة. فكانوا حتى قال قائلهم إنه هؤلاء مجرد خطباء منابر، فوجدونا في الليل رهبانا وفي الميدان فرسانا. وأنت كنت خطيب جامع في منطقة غانية قبل اندلاع الحرب. نعم. إذن عودة من معارك الجوف، ما الذي تتذكره أيضا؟ آخر ما أتذكره في معارك الجوف أننا قبل نغادر بعض الأخوة أخرج ذخيرته الشخصية، أنه كان سلاح شخصي كما أسلفت لك، أخرجوا معابرهم ووضعها للمجاهدين، والبعض ترك سلاحه لزميله الذي أتى له عقب، ورجعنا. فكانت معارك الجوف معارك عقائدية ومعارك حق وباطل مثل ما هي الآن، لكن يختلف الأداء والعقيدة القتالية. بعدها عدت إلى البلاد، وفي 2014 أواخر 2014 بداية 2015 كنت في البيضاء، كنت أختبر أنذاك. بعدين نزلت. كنت طالب في سنة كم؟ سنة ثانية. بعدين نزلت إلى عدن إلى مركز الفيوش عند الشيخ الشهيد عبد الرحمن العدني عشان أحفظ القرآن الكريم. قعدت شهر، وأتاني اتصال في أحد الأيام من أحد الزملاء في المنطقة، وأخبرني أنه الحوثي اجتاح أو دخل منطقة غانية. أنا ما قعدت في عدن، ورجعت من عدن على طول. وجدنا بعض نقاط الحوثية التي كانت على مشارف عقبة تره. كان معي أبو ريان، الشيخ أبو ريان الله يحفظه. بالطبع عبرناها بكل سلام الحمد لله، إلى أن وصلت إلى عفار ما حصلت شي سيارات. بعدين كنت أوقف أطقم الحوثية الذي تذهب إلى غانية على أساس أركب معهم إلى غانية. ما كانوا يوقفوا لي نهائيا. وبعدها وجدت أحد الأخوة يعني من أبناء المنطقة، وشافني وأنا أوقف الطقم، أسرع إلي بالسيارة، وذا عرف يعني أنه خطر عليه، وأنه أسرع إلي بالسيارة وركبت معه، وتعدينا نقاط الحوثي التي كانت في بداية مدخل غانية. أنت قادم من عدن وتريد أن تركب أطقم الحوثيين إلى غانية في الطريق لقتال من عفار إلى غانية. نعم، دخلت منطقة غانية ووصلت ذاك الليلة للبيت، وأعرف الشباب، تواصلت مع الشباب أنه يعني لازم نعمل موقف في غانية، لأنه كانت إمدادات الحوثي تمر من غانية، ويعني العتاد كل شيء يمر من غانية، أنه لازم نعمل شيء في غانية، يعني نفرمل للحوثي في غانية. كان لي نظرة وكان للقيادة نظرة أخرى،
كنت أشوف أنه نعمل غزوات ليلية كمائن في الطريق. والجبهة كانت ما بعد قاني على أطراف ماهلية؟ نعم كانت ما بعد قاني. بعدين الشباب كانوا متحمسين صراحة، لكن كان يعني رأيي للقيادة آخر، حتى أني تواصلت بالشيخ الشهيد ناصر أحمد السعيدي، طلبت منهم يعطونا بازو RPG ومعدل. قال لي أنت دي تتكلم مع الشباب وتريد منهم أن يعملوا ويعملوا، يعني كان عندك خبر عني؟ قلت له نعم. قال لا يا ابني، إذا كنت تريد اذهب للجبهة، أما قاني مستحيل. قلت له اعطونا سلاح وبنقاتلها، أنا ما بروح الجبهة. قال ما بنعطيكم شيء سلاح، وأنت المسؤول الأول أمام الله ثم أمامنا إن حصل شيء لأهلك أولا ثم للشباب الموجودين في منطقة قاني، لأنك ستقاتل ناس لا دين لهم ولا أخلاق ولا قبيلة ولا شيء. يعني قد فجروا الجوامع في عمران وفي البيضاء وفي صنعاء وأسروا الخطباء وده، فلما تعمل شيء في المنطقة بيكون أثره سلبي على أهلك وعلى وهناك جبهة. أيوة ونعم. ورحمة الله على الشيخ البطل المقاتل ناصر السعيدي أركان حرب اللواء 159، والذي استشهد واستشهد 4 من أبنائه معه في جبهة القتال. تقبلهم الله وجمعنا بهم في جنات النعيم. بعدها الليلة الثانية اتصل بأحد الأخوة، قال فيه شهيد طالع من مهلية يريد أن يدفنوه في قاني. رحت له هناك تقريبا الساعة 8 في الليل. الشهيد ما نعرف ايش نهائيا. بعدين لما أنزلناه القبر كان الدم يخرج من ظهره، الرصاصة كانت في صدره وخرجت من ظهره. بعدين كنا نتكلم، قلنا متى أصيب هذا؟ كنا نتوقع أنه المغرب أو العصر أو ما شابه، لأنه الدم كان طري. قال أحدهم قال هذا من أول من تلقوا الحوثي، يعني قبل 3 أيام. ومعروف جبهة قاني كانت الصباح حر والليل برد ومطر، يعني مفروض أنه تكون جثته متيبسة وما شابه ذلك. ما صدقنا الشيء. وبعدين اقسم لنا أحد الأخوة الذي جابه، تبين لي بعدين أنه الشهيد كان عبد ربه علي الحسيني الله يرحمه، وكان من أول من واجهوا الحوثي في بداية ماهلية بعد السد. بعدها اليوم الثاني عزمت أنه أروح الجبهة، واليوم الثاني أخذت يعني ملابسي وعملتهم في دعاية. أجت الفرصة، كانوا الأهل قافلين وخرجت من البيت. كان يعرف هذا الشيء أحمد أخوي، شاف أنه قال يعني، قلت ما بالله هانا نعملها ولا نخرج؟ قال يلا خلاص توكل على الله. رحت حصلت أحد القيادة، قال وين رايح؟ قلت له رايح الجبهة. قال رايح الجبهة ومعك الدعاية وبتدخل السوق والسوق موجود فيه الحوثيين؟ ده قلت على الله، قد شهادة هنا ولا هناك. بعدها وصلت إلى السوق، حصلت أحد الزملاء كان معها واية ماء، وهو يدخل ويخرج واصل يأخذ ماء من المهلية، فركبت معه. قال لي وين تشتي؟ أنت عارف يعني كان قال، قلت له معد عليك أنت بس ركبني. وللتوضيح قانية كانت خلف المعركة، خلف خط النار للميليشيات الحوثية، يعني كانت المؤخرة تبع مؤخرة الميليشيات. نعم. بعدها ركبت، يعرفوا في النقاط. آخر نقطة التي كانوا الحوثي مركز فيها ويفتش، ما وجدنا أحد نهائيا. وصلنا أول نقطة للمقاومة، التقيت بالشهيد حميد الطيار الله يرحمه، وعرفني لأنه معرفتي به كانت في السعودية. التقيت به وأهل وسهل بي. لما قال لهم من قاني يعني استغربوا أنه كيف شخص بيجي يقاتل من قاني مع جعبته ومع بندقه ومعاه كذلك دعاية فيها ملابس الحرب اللي هو البنطلون بعدين كان في واحد صالح ناصر القبيسي الله يتقبله استشهد، قال نحن بحاجته. تعرفت عليه وبعدين أخذني إلى المؤخرة الكم قبل الغداء. أعطاني الغداء وأتانا الاتصالات أن فيه هجوم للحوثيين على أحد المواقع. فزعنا، وقعت حرب قوية
استشهد على أثرها الشيخ صالح أحمد العجي تقبله الله وجمعنا في جنات نعيم ومعه مجموعة. كانت حرب قوية وصدينا الحوثي، وكان يعني هجوم مرتد، أخذنا بعض المواقع. ذاك الليلة كان مطر وبرد، يعني اجتمعت في ذاك الليلة كل الخوف والمطر والبرد والعدو يعني كلها. الحمد لله ثبتنا في المواقع. اليوم الثاني أتى لي أحد الأخوة قال يريدك الأخ صالح ناصر، أخذت معه، رحت معه، بعدين التقيت بالشيخ عبد الله أحمد القبيسي أحد قادات الجبهة، قعدت مع عبد الله أحمد القبيسي. وفي أحد الليالي حصل هجوم من الحوثيين على أحد المواقع. الحوثي لم يكن مستعد ذاك الليلة، والهجوم الذي عمله عشان يوهم أنه قوي، وأنه بعدين أتت الفزعة من أبناء قبيلة مراد. القيادة معاد الأمر بيدهم، قد هو بيد الشباب. هجمنا إلى أن قربنا من، حتى أن الرصاص كانت تصل إلى السوق في غانية. كنا ناويين أنه ندخل السوق. أتانا اتصال من قيادة الجبهة الذي هو الشيخ عبد الله أحمد القبيسي، مفرح بحيبح، ناصر أحمد العجي، وكذلك من الشيخ العجي أحمد، أنه ممنوع أن نتقدم أو ندخل السوق حفاظا على السوق وعلى أبناء منطقة غانية. عندما أتت الأوامر ما عاد قدرنا أننا نتقدم. كان معي في هذاك الليلة الشهيد صالح أو ناصر القحاطي، مديرية حريب تقبله الله، وأمين عبد الله القبيسي ومجموعة من الشباب، هؤلاء الذي أتذكرهم. بعدها رجعنا إلى أماكننا التي كنا فيها. رجعنا لم يكن بالشيء السهل، يعني كان مننا يعني ما كنا نريد أن نتراجع، لكن الأوامر والحفاظ على الناس، يعني بعض الأمور ما يدركها الفرد لأن إلا بعد أن خط النار الذي وضعه خط الدفاع عن المهلية كان في منطقة مفتوحة، جبال وتباب لا وجود لا وحدات سكنية، لا قرى لا ديار. اختارت المقاومات ذلك المكان حفاظا على الأهالي، باعتبار أن الأهالي أهاليهم. نعم، حتى أن الحوثي تاه في بعض الشعب ما كان يعرف. هناك موقف حصل الذي هو بعد هذا الهجوم، وعرف الحوثي أنه الجبهة متماسكة وأنه مستحيل أن يدخل، وأنه بيضحي بكثير ولا يمكن أن يدخل ببلاد مراد. وأتى طقم للميليشيات، كان في هذا الطقم مجموعة من ميليشيات صعدة، كان بينهم شخص اسمه زكريا محمد علي الحوثي، يقولوا أنه ابن محمد علي الحوثي لا أعلم. ووصل إلى أحد النقطة الأولى للمقاومة أو لأبناء قبائل مراد، قال لهم نقطة أبو طه، قالوا نعم تفضل. قالوا له ما دخل، واستلموهم الرجال. وبعدها وصل الطقم إلى الكامب، أنا كنت موجود في الكامب، وحصلنا على أهم شيء أنه حصلت على خريطة كان موضح فيها أين تتمركز الدبابات، يعني كان موضح فيها أو مرسوم فيها يعني التضاريس لجبهة ماهلية ولجبهة حريب، لأنه كانوا مخططين لجبهة حريب. حتى المساجد رسموها كأهداف عسكرية. رسموا يعني خطوط الدفاع، خطوط الهجوم، أين موضع الدبابة، أين موضع يعني كانت خريطة مكتملة. كان على الطب كانوا قيادة عليا ليسوا بالسهل. بكل تأكيد. اليوم الثاني واليوم الأول بعد الهجوم الذي حصل، الحوثي بدأ يتواصل بمشايخ مراد أنه يريد هدنة. كانت استجابة من أبناء. وللتوضيح أنه
هذا المعركة وهذا الاقتتال الذي تتكلم عنه هو أول معركة أو أول حرب يخسرها الحوثي بعد أن اجتاح العاصمة صنعاء وأسقط المحافظات وأسقط المديريات دون قتال. أول صدمة تهز الميليشيات الحوثية صدمة عسكرية هي ثبات الناس في غانية والاقتتال العنيف ومصرع العديد من القيادات، وتلك البطولة التي سطرها الأبطال من أبناء قبيلة مراد على وجه التحديد الذين كان لهم دور في تلقين الميليشيات الحوثية الدرس الأول بعد الانقلاب. وبعدها ستوضح أنت أنه شعروا أن الطريق صعب وطويل وبدأوا يبحثون عن الهدنة وتجميد تجميد هذا الجبهة وإيقاف القتال فيها. بكل تأكيد، بل وكان الانسحاب يعني التفاوض على الهدنة قبل حتى عاصفة الحزم. هذا الكلام كله قبل عاصفة الحزم. نعم. بدأ الحوثي في التفاوض على الانسحاب. اليوم الثاني بعد ما قتلوا هؤلاء كان الحوثي يطالب في الجثث، حتى كان له يعني أسرى من يسميهم القيادات، ولا ما سأل فيهم إلا في هؤلاء. بعدين بدأت الاتفاق على الهدنة. في أول يوم كانت هناك هدنة، بدأ الحوثي بالانسحاب بجزء يعني الهزيمة هي الهزيمة. أيوة، سحب جزء من القوات. اليوم الثاني كذلك. اليوم الثاني في الليل سمعنا يعني تم الاتفاق على الهدنة، وهذا اليوم الثاني في الليل تقريب الساعة 12 أو ما يقارب، سمعنا أنه قصف طيران في صنعاء. الكل ما كان عارف، لأنه ما كان عندنا تلفزيون، ما كان عندنا شيء. الكل كان مش عارف إيش الذي حدث، إيش الذي حصل، من يقصف من الذي يقصف وإيش الذي حصل. بعدها قالوا عاصفة حزم وما عاصفة حزم. القيادة في جبهة غانية تداركوا الأمر وعرفوا أن الحوثي داخل على جبهة أو على منطقة أو على مديرية حرب. لا أعرف هل هو من خلال الخريطة التي وصلت إليهم أو لهم أعين أو آذان في أوساط الميليشيا، لكن الحوثي كان لديه الخلايا داخل المدينة وأسقطها قبل أن يدخل أبناء قبيلة مراد. نعم، دخلت الميليشيات الحوثية حرب بدون قتال أو مواجهة، وصلوا إلى ملعى، تلقوا نفس المواجهة التي تشكل خط الدفاع. هذا الكلام بعد عاصفة الحزم أصبح الآن. نعم. الهزيمة الأولى قلنا هي قبل عاصفة الحزم، معركة غانية. عاد الحوثيون من القندع بيحان. نعم. ثم دخلوا على مديرية حريب. نعم. وكانوا في طريقهم باتجاه بلاد مراد. نعم. إلا أن أبناء قبيلة مراد كان لهم أيضا دورا كبيرا من قبل العاصفة ومن بعد، وتشكل خط الدفاع في ملعى التي لا زلنا إلى الآن تدور القتال العنيف حول ملعى. بكل تأكيد. هناك أنا نزلت، التقيت بشباب من أبناء القبيلة ورحت معهم إلى أحد المواقع الذي كان قائد الموقع الشيخ الشهيد محمد أحمد نسور المطوع، استشهد في المنطقة الثالثة تقبله الله وجمعنا به في جنة النعيم. ربطت معهم، وبعدين أتانا العقب من الشيخ عبد الهادي عبد اللطيف، قائد محور سبا. أبو الحارث نعم، قائد محور سبا. أنا رفضت أني أعود أو أروح، ورابطت معه تقريبا 15 يوم رابطنا هناك. يعني كان غبار له وأتاني ربو، واستأذنت ورحت تعالجت في مارب. وبعدين تواصلت بالأخ عارف ناصر، وهو أخو الشهيد ناصر صالح القبيسي، وهو استشهد لاحقا. وتواصلت معه، وكان مع الشيخ عبد الله أحمد القبيسي. رحت إلى هناك. عبد الله أحمد القبيسي كان عاده خارج من الجبهة، قعدت معه تقريبا يومين. بعدين قلت له إنه أريد أدخل الجبهة. قال نحن الآن ما عندنا مهمة في الجبهة. وقلت له خلاص أنا أريد أروح مع أي مجموعة. قال خلاص إذا لابد بأخذك إلى أبناء العبدية. رحت أنا وهو. وصلنا إلى هنجر، كانوا هناك يعني كمؤخرة أو كمكان لاستراحة المحاربين. وكان أمامي الشيخ الشهيد ناصر أحمد السعيدي رحمه الله
عمي عوض نكير الله يحفظه ويطول في عمره، الشيخ الشهيد صالح علي الثابتي ومجموعة من، والشهيد عبد الله ناصر بلغيث ومجموعة من الشباب. بعدين طلبونا إلى جبهة البلق، نرابط هناك في البلق الأوسط. نعم، كانت معارك قوية في جبهة البلق، لكن أنا ما بذكر المعارك التي شاركتها في جبهة البلق، بذكر أهم معركة سطرها أبناء العبدية. أنا لم أكن موجود فيها، لكن هذه المعركة كانت معركة قوية، وستعرف ويعرف المشاهد لماذا ذكرت هذه المعركة. المعركة كانت في الطلعة الحمراء، لما بدأ الحوثي كان متوقع أنه سيدخل مأرب، أتى بطقوم الأمن، كان هجوم قوي، طلبوا الفزعة من أبناء العبدية، فزع أبناء العبدية وعلى رأسهم الشيخ ناصر أحمد السعيدي تقبله الله، وعمي عوض، والشيخ صالح علي الثابتي، وعبد الله ناصر بلقيث، وما أتذكر من أبناء الحرقان، ما أتذكر يعني، لا أتذكر اسم الأخ الذي كان موجود. يعني كانوا كل أبناء العبدية موجودين ومشاركين في المعركة، والشيخ إسماعيل العواضي فزعوا بالكامل، يعني كل الذي متواجدين فزعوا. كانت معركة من أشد المعارك، والحوثي تقدم بدباباته، بأطقمه، بالمدرعات، كل ما لديه من قوة. وبفضل الله سبحانه وتعالى، يقول لي أحد الأخوة، يقول أقسم بالله أنه كانت الدبابة تقصف وقبارها يدفن القيادة الذي هو الشيخ ناصر أحمد العجي وعمي عوض وسالم واسماعيل العجي ودي معهم من الشباب. فكانوا يهبرون اللحى ويقول الشيخ الشهيد ناصر أحمد السعيدي: لا يجتمع في قبار مؤمن أو مجاهد دخان جهنم وغبار في سبيل الله. وهزموا الحوثي، وكان هذا أول صفعة يتلقاها الحوثي، وأسروا بعض الأطقم الأمن الذي كان مجهزها لتأمين محافظة مأرب. بعد هذا الكلام كان نهاية شهر مايو اجتياحها. نعم. في نفس ذاك اليوم نزل الهالك حسن زيد تغريدته أو منشورة على الفيسبوك أنه سقطت المحافظة وأنه دخل المحافظة. لهذا آثرت أن أقدم هذا الموقف على المواقف التي شاركت في هذه، أهمية هذا المواقف. ويعني كان لأبناء العبدية باع كبير في نصرة الجمهورية، سابق ولاحق، ولا زالوا إلى الآن، وسيخلد ذلك التاريخ. نسأل الله أن يتقبل مننا ومنهم جهادنا ورباطنا وصبرنا. بالفعل أن العبدية كانت وستبقى قلعة جمهورية كان لها دور كبير في استنزاف الميليشيات الحوثية في كسر غرورها. خاضت معارك على طوال سنوات كثيرة، وحتى المعركة الأخيرة التي كانت في العام 2021 قدم أبناء العبدية الكثير من التضحيات، وقدموا الكثير من البطولات التي تستحق أن تكتب على أعمدة التاريخ. إذا نستمر في رحلتنا معك ونحن نتنقل معك بين الجبهات. المرحلة هذه كانت مرحلة المقاومة، ثم مرحلة الانخراط داخل قوات الجيش الوطني. التحقت بالسلك العسكري في ألوية المغاوير، صقور، في الصقور. بعدها أول مواجهة لنا كانت في الدشوش، كانت معارك قوية. هذه الدشوش التي خلفي، وبعد 9 سنوات. إذن المكان الذي نقف فيه هو كان خط النار، وكان من الصعب أن يقف أي مواطن في هذا المكان في العام 2015 بكل تأكيد. وهي التباب الثابتة بثبوت الأبطال آنذاك خلفي بعد 9 سنوات من الإصابة. بعدها كنت خارج يعني في إجازة في يوم 28. تكلم عن المعارك التي شاركت في هذا الدشوش. طبيعة المعركة لأنها المعركة الدفاعية، والشهر الأخير من المعركة الدفاعية من أبريل، مايو، يونيو إلى سبتمبر. نحن الآن أنت تتحدث عن معركة في سبتمبر، وهي آخر المعارك الدفاعية التي سيأتي فيما بعد معركة التحرير. أنا أريد أن أسمع منك عن بعض التفاصيل عن طبيعة تلك المعركة، عن التضحيات، المعنويات. كانت هذا يعني بداية الهجوم على الحوثي،
ونهاية الدفاع على محافظة مأرب. خضنا معارك قوية ومعارك شرسة. الحوثي لم يكن ضعيف في تلك المعارك، لكنه واجه من هو أشد منه عقيدة وقتال من كل النواحي، وكانت معارك قوية. وأتذكر كثير من المعارك، لكن يبدو أن الوقت لا يتسع لذلك، لذا سأختصر من الآخر الموقف الأخير الذي كان لي في هذه التباب وفي هذه الجبهات، وهو أني كنت في إجازة خارج إلى إجازة مفتوحة لزيارة الأهل، وفي الطريق التقينا بإعلاميين وطلبوا مني أن أذهب معهم. بالطبع ذهبت معهم إلى آخر. عدت يعني أنت الآن في مؤخرة الجبهة، عدت باتجاه نعم، عدت إلى بداية الجبهة. تتذكر أولئك الإعلاميين أسماءهم؟ نعم أتذكرهم، منهم الإعلامي دياب الشاطر، سليمان النواب، يحيى السروري، نعم، المسوري، يحيى المسوري، السواري، يحيى السواري. أذكر الموقف أنه وصلنا إلى أحد المواقع المتأخرة في الجبهة، وسألتهم إذا تريدوا أن توثقوا من هنا أو تريدوا أن تقدموا، فأصروا إلا أن يقدموا. عندها عرفت أنه عدسة الكاميرا أصدق وأشجع من عدسة القناص، لأنها توثق الحقائق وتنقل الحقائق التي كان يزيفها الحوثي. فكان هناك قناص يترصد لنا. بفضل الله دخلنا بسلام إلى الموقع الأول وإلى خط الدفاع الأول. كان متواجدين في ذلك الموقع أبناء عمران، وكان القائد أبو نصر الحسيني تقبله الله وجمعنا به في جنات النعيم، استشهد. وبدأ الاشتباكات، بدأ الحوثي يشن هجوم، لأنه قطعنا خط الإمداد على جبهة البلق والفاو والسد، يعني على 3 جبهات. وكانت هذه هي أول مرحلة لسقوط أو لتحرير تلك المواقع أو تلك الجبهات. فالحوثي كان مستميت، بدأ يشن هجومه على الموقع. أنا ما تمالكت نفسي في ذلك الموقع. شيء ثاني، كان معي بندق لا يسعفني أن أقاتل من خلف المترس، فوقفت وبدأت أقاتل الحوثي، ووجدت نفسي ملقيا على الأرض. وهي لحظة الإصابة التي وثقتها الكاميرا؟ نعم، التي وثقتها كاميرا قناة بلقيس. وحاولت أن أقف مرة ثانية، لكني وجدت نفسي غير قادر. في نفس اللحظة وأنا مكب على وجهي بدأت أنطق الشهادة. كانت أسعد اللحظات في حياتي عندما نطقت الشهادة، لأنه كان موقف يعني صعب. شعرت أنه التوفيق من الله عندما نطقت الشهادة، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. بعدين أخذني أحد الزملاء، توقفت التكبيرات. عندما سمعت التكبيرات توقفت. كان يقول لي زميلي: لا تقلق أنت بخير. نقاتلهم حتى نموت، لن نستسلم. يا ثلاثة. كانت الإصابة من جهة اليسار، في عنقي من جهة اليسار، وخرجت من خلف الكتف الأيمن. زميلي كان يثبتني ويقول لي: لا تقلق. أنا كنت أقول: اثبتوا، والله إننا على الحق، والله لا نقاتلهم، لن نستسلم، ننتصر أو نموت. كانت هذه هي آخر كلماتي. كنت لم أعد أسمع التكبيرات، فأردت أن أعطيهم حافز، وهذا كان بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. وبعدها تم إسعافي على إثرها إلى المركز من قبل الإعلاميين إلى المستشفى العسكري. إذن لتبدأ مرحلة جديدة وبلاء واختبار، إلا أن وهي مرحلة أنك أصبحت مشلول الأطراف، و9 سنوات منذ تلك الطلقة النارية، ومنذ ذلك وضع الحرج، ومع هذا بقيت طوال تلك السنوات
صابرا محتسبا بإرادة فولاذية وبهمة. وها أنت واحد من المحاربين الملهمين لجيشنا الوطني ولمقاومتنا الشعبية. تلك الكلمات هي كانت في الحقيقة ملهمة لجيشنا ولمقاومتنا، وتلاها بعد أيام، بعد حوالي 7 أيام فقط لتتحرر الجبهات التي تكلمت عليها، تبت المصارية إلى الفاو إلى البلق إلى الطلعة الحمراء، وتجاوزت بفضل الله وبفضل تضحياتكم، بفضل ذلك الثبات الأسطوري تجاوزت مأرب الخطر. بعد كل تلك السنوات أقف معك عبد الله، وكلمة أخيرة نسمعها منك، إذ أنها بدأت فترة المعاناة ولم تجد نفسك وحيدا، فقد كان لأهلك وفي مقدمتهم الشيخ أحمد المطوع شقيقك كان لهم الدور الكبير في أن يبقوا معك ويساندوك طوال كل هذه السنوات. لا أخفيك أني انتقلت من المعركة الأقوى، من المعركة الأضعف إلى المعركة الأقوى، وهي معركتي مع النفس ومع اليأس ومع الخذلان الذي تلقيته ويتلقاه كل الجرحى وأبناء الشهداء. الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذا الثبات وفي هذا الصبر هو لمن حولي من الأهل وأخواني. ما قصروا أخواني، عالجوني على حسابهم. الأخ نايف والأخ فضل باعوا 3 سيارات في علاجي، لأنه كان علاجي على حسابنا الشخصي. كذلك أخي عبد ربه الذي كان يترك ورشته والتي مدخوله أو مشروعه الوحيد ليأتي إلي عندما أحتاجه بعد ما اجتاح الحوثي منطقة غانية. وكذلك أخي الكبير الله يحفظه. كذلك أخي أحمد كان له الدور الأكبر، وهو الشخص الوحيد الذي لا يمكن أن أوفي حقه، لأن هؤلاء قد تكون يعني ربما أقدر أني أعيد لهم حقوقهم لكونها أشياء مادية، لكن أحمد حقه هو الوقت، والوقت هو أهم ما يملكه الشخص، وهذا الشيء الذي لا أقدر أن أوفيه حقه. كذلك كان لعمي الذي أعتبره والدنا الحي ولابنه، كان لهم دور معنا في معونتنا في الخسارة التي لحقت بإخواني في أيام. أقولها يعني عشان ما أتعب نفسي وما أخذ وقتك ووقت المشاهد الكريم، إنه استشهد الشدادي الذي كان سيسمع صوتنا ويحس بمعاناتنا. لذا ما أريد أن أتعب نفسي في رسالة لأي شخص أو لأي قيادة بعد الشدادي، وما أريد أن أضيع وقتكم ووقت المشاهد الكريم لثمن الوقت. بإذن الله أن تصل رسالتكم وصوتكم إلى القيادة السياسية وإلى قيادتنا العسكرية. تحية لك ولأسرتك الكريمة المناضلة التي بقيت معك طول كل هذه السنوات. وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة، عقد من الزمن، من المنسرقة في محافظة الجوف إلى اللبنات، إلى غانية، إلى ملعا، إلى بلاد مراد، إلى هذه السهولة السوداء تبت المصارية، ونحن على عتبات محافظة مأرب التي كانت ساحة لأشد المعارك والتي أصبت فيها. نقف اليوم هنا بأمان الله بفضل تلك التضحيات العظيمة، وكما يقف النازحون في مخيمات النزوح، المواطنون في المدينة، يقف كل أولئك ويعيش الناس بأمن واستقرار بفضل تلك التضحيات الكبيرة. وستبقى اليمن وستبقى مأرب وستبقى الجزيرة العربية مدينة لك، مدينة لكل أولئك الأبرار الذين قضوا نحبهم في هذه الشعاب وفي أودية وفي تلك الجبال، وتمكنوا من تحطيم ومن تهشيم المشروع الفارسي، وبإذن الله أن يتوج ذلك بنصر قريب. تحية لك وتحية لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله. Thank you.